الا سولتي اي طفل صغير غادي يقول لك ما كرهش نمشي لبرا. الا سولتي اي راجل مزوج وعنده وليدات ما كرهش يخوي ويهز ولادو ويمشي لاي بلاد. والكلمه اللي كتسمع بزاف من طرف الشباب هي في حين ان الافارقه بغاو يستقروا في المغرب، وفي التسعينات خداو المغرب كنقطه عبور الى اسبانيا. هنا كتشوفوا بزاف ديال الافارقه متجهين الى اسبانيا وكانه مقتطف من فيلم الرساله، في حين ان المغاربه شعب مضياف، المغاربه شعب طيب، كراو ليهم ورحبوا بهم ووكلوهم. ولكن مع الاسف الضيف ولا ثقيل على المغاربه. مؤخرا بالدار بيضاء وبالضبط في درب ميلا، سوق نموذجي في طور الانجاز، الافارقه تاخذوه ملجأ، يعني ولاو جيران كياكلوا وكيشربوا تما واي حاجه كيديروها تما، يعني خرجوا رجليهم للشواري. وعقليه المغربي الا كنتي مزيان غادي نكون معاك مزيان ونعطيك حوايج تلبسهم. وبسبب عدد من الشكايات جاو البوليس، لان هذا الشيء هذا فوق طاقه المواطن. وهنا في اكادير خرجت العاقبه على خير. شوفوا شنو دار الطوبيس، هذا راه سميتو الترويع، هذا راه سميتو الخوف، هذا راه سميتو الارهاب. دابا هذيك الحجره كون جات في شي واحد شنو هو المصير ديالو؟ كما شفتوا واحد المغربي راه تبعو والناس تخوفوا منه. المغاربه ولاو كيتشكاو بزاف. الا جاو باش يتعاونوا معنا ونبنيو مغرب ماشي مشكل، ولكن الا كانت شي حاجه اخرى راه حنا ضد هذا الشيء هذا. بركه غير المشاكل اللي عندنا ونتكافاو معها. وكذلك في مدينه الدار البيضاء تاخذوا البيوت كنائس ولاو كيديروا فيها تراتيل بمكبرات الصوت ويحسن عوان الجيران ديالهم. الا درتي مع شي واحد منهم وقلتي لي عافاك نقول الصوت كيخرجوا لك بزاف وما كيتفاهموش. وهنا في جامع الفنا يعني ولاو باعة متجولين، السلطة حيداتهم من جامع الفنا، ولكن هما كانوا ضد هذا القرار هذا وبغاو يبقاو في نفس البلاصة. مغربي كيجي عنده عاون السلطة كيقول لي حايد من تما كيحايد من تما، وهادو ما بغاوش. الا كنتي مواطن وهضرتي معاه مشيتي فيها، هما البوليس كيهضروا معاهم ومع ذلك ما كيحشموش وما كيراعيوش. للاشاره المغاربه راه ماشي عنصريين، شعب اللي كيرحب بالبراني ولكن في حدود. المغاربه ما كيبغوش شي واحد اللي يمثل لهم التقاليد ديالهم ويبسل لهم على خواتاتهم ويكرفس صوره المغرب. الى حد الان الامور باقا كما هي وباقي ما تاخذش شي اجراء اللي غادي يوقف هذا الشيء هذا. انا كيبان لي داك الشيء غادي وكيتزاد. ومع ذلك عندنا الثقه في الملك ديالنا الله يشافيه، وعندنا ثقه في الحكومه والله يصوب.